يا صباح الورد والفل والياسمين، يا صباح كل حاجة حلوة. ازيكم يا غاليين؟ وحشتوني يا حبايب قلبي. ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم ابدا. وربنا يكبر بخاطرك يا اللي تحط لي الاشتراك واللايك وتعملي تعليق كده حلو زيك كده يا حبايب قلبي، يشجعني ان انا اقوم اعمل لكم فيديوهات. الكلمة الطيبة صدقة يا حبايب قلبي، بالله عليكم حتى لو هتعملوا لي قلب في قلب التعليقات علشان خاطر الفيديو دوت ينتشر يا حبايبي. وقناتي مش هتكبر الا بيكم والله. والله قناتي مش هتكبر الا بيكم، ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا يا حبايب قلبي. النهارده يا حبايب قلبي معايا ان شاء الله وصفه كده ايه، بامر الله هتستفيدي منها بامر الرحمن. خليكي بس معايا الفيديو للاخر، هتستفيدي منها بحاجات كتير بامر الرحمن يا حبايبي. هنعمل النهارده طواجن اللهم صل على النبي، باللحمه وبالكوارع الاتنين ايه مع بعض كده، مع بعض ايه بايه، بحته لحمه ايه كانت عندي كده موجوده عندي، والكوارع لسه ايه نسواها ايه مع بعضنا كده يا حبايبي. كنت مطلعه الكوارع ونقعها يا حبيبتي في خل وليمون وطماطمايه، اللهم صل على النبي، وطحينه. الطحينه يا حبايب قلبي حلوه قوي 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 للظفر. وكنت مطلعه الصلصه عشان تفك معايا برضو، عشان ما تاخدش التسبيك يعني وقت بالتسبيكه. وكنت مطلعه ورق عنب عندي في الفريزر من بتاع السنه اللي فاتت، مش بتاع السنه دي والله. انا ما خزنتش السنه دي عشان بتاع السنه اللي فاتت بقى ايه ما خلصش معايا. هنيجي نعمل بقى يا حبايب قلبي التخديعه بتاعت ايه، بتاعت المحشي، بتاعت ام سامه المعتاده لكل محشي، مش هغيرها ابدا ابدا ابدا. الطريقه بتاعتي ديت معتمداها مدى حياتي. الاهم حاجه تجيب الماده الدهنيه بتاعتك بقى اللي المتاحه عندك. انا بصراحه ما حطيتش الا زيت، انت عايزه تحطي زيت وسمنه حطي، عايزه تحطي سمنه بلدي براحتك. دي الماده الدهنيه دي بتاعتك يا حبيبه قلبي، المتاح عندك اعمليه. قمت جايبه بصلايه شوحتها في قلب الزيت، وقمت مخليها لحد ما بقت ايه اصفري معانا كده يا حبيبتي. قمت مطشين الطماطم، الطماطم يعتبر مسبكه معايا لان انا كنت مفرزاها معاكم. قمت مقطعه بصله ومسكاها بالملح، دحكاها بالملح لحد ما تنزل الميه بتاعتها. وقمت حطاها في الصلصه، وقمت حاطه عليها الفلفل الاسمر والكمون، واللهم صل على النبي. هو دوت بس ايه البهارات اللي انا بحطها. عايزه تزودي بهارات، انت بتحبي المحشي بتاعك بالبهارات حطي لي 7 بهارات والحاجات دي تحطيها، لكن انا ما بحبهاش. ماشي يا حبايب قلبي. هنيجي نعمل بقى ايه الورق العنب. الورق العنب ده حبايبي من السنه اللي فاتت والله، والله من السنه اللي فاتت. علشان كده انا ما خزنتش معاكم في القناه خالص السنه دي ورق عنب. ان شاء الله ان شاء الله نكلنا عمر السنه الجايه ايه ان شاء الله نبقى اوريكم في مفرزه ازاي. شفتوا ما شاء الله، يعني يعتبر بقاله سنوي، يعتبر سنة وشهرين كده في قلب الفريزر. شفت ما شاء الله، ولا اتهرى ولا اتعمل اي حاجة، ما شاء الله زي الفل. جبت يا حبيب قلبي اللهم صل على المية، المية تغلي نحط عليها ايه بق زيت صغير، معلقتين زيت مش بق معلقتين زيت صغيرين كده عشان خاطر يفكك ايه معاك يا حبايب قلبي كده، يبقاش ايه ملتصق في بعض. تمام يا حبايب قلبي. لو وصلت هنا بقى معايا في الفيديو ما تنسنيش يا حبايبي الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان خليكم مسامة وقناتها تكبر يا حبايب قلبي. ربنا يخليكم ليا يا رب ويكبر بخاطركم يا رب. ونقوم بعد ما حبايب قلبي، بعد ما السلق بتاع 3 دقايق كده 4 دقايق، كام غلوه بس كده. تمام يا حبايب قلبي. بس ما تحط، ممكن تحطيه بتلجه عادي وممكن ما تحطوش بالتلج عشان ايه يغلي معاك على طول. تمام. لو حطيتيه بالتلج هيقعد شويه، لو ما حطيتوش لو حطيتيه من غير التلج هيغلي ايه 3 4 غلوات كده، وتقوموا شايلينه حبايب قلبي في ميه، في قلب ميه ساقعه. تمام يا حبايبي. طلعتهم كده بقى واسيبهم ايه يصفوا في ايه في المصفى يا حبايبي. علشان خاطر انا ما باجي اخزن الورق العنب انا ما بغسلهوش يعني ايه بغسله دلوقتي علشان خاطر انا مش غسلاه قبل كده. تمام يا حبايبي. والورق العنب لازما يتشطف بعد الغليان علشان خاطر برضو المزازه بتاعته ايه ما تقلش معانا قوي. تمام يا حبايبي. نيجي بقى يا حبايبي ايه عند الايه عند الحشو. دي يا حبايبي خضره كنت مفرزاها معاكم، كان فايضة عندي كده قمت مفرزاها، بس نفعت نوت ما كانش عندي بصراحة خضرة. قمت مطلعة من الفريزر مفرفطاها كده بتلجها، والصلصة تكون باردة عشان خاطر ما تسودش معاكي. وغسلت الرز برضك بعد ما نقيته برضك من الطينة او يابسة او اي حاجة فيها، وقمت مقلبة كله على بعضه. واحنا كده كده حاطين التوابل في قلب في قلب الصلصة زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. ربنا يبارك فيكم يا ولاد ويخليكم. انا ممكن كنت اعمل يا حبايب قلبي الطاجن الورق عنب دوت، ممكن كنت اعمله في طواجن، بس انا والله كنت ناقله لسه جديد في البيت بتاعي دوت، وفي حاجات كتير قوي ناقصاني. بقيت بصراحه ربنا كنت اياميها كنت بستخسر في نفسي والله العظيم يا اولاد، كنت استخسر في نفسي اي حاجه علشان خاطر ان انا اعمل بيت واخرج بيه، اخرج من بيت العيله. اهم حاجه ناقصني يعني حاجات كتير يا حبايب قلبي، ان شاء الله ان شاء الله هنجيبها مع بعض، وطولة العمر بتبلغ الامل. ماشي يا حبايب قلبي. نجيب بقى ايه يا حبايب قلبي نعمل بقى ايه نسلق الكوارع علشان خاطر ايه هنقعد بقى نلف الورق عنب. انتوا عارفين الورق عنب بياخد غلبة
صح يا حبايبي. نجيب بقى ايه اول حاجه كده، ناخد الكوارع غلوه، نقوم رامين ميتها، نقوم نشلينها، حطينا ايه في حاجه ايه، في اي حاجه بقى زي ما انتم شايفين كده. انا طلعتها حطيتها على الصينيه، وممكن تطلعها على مصفى اللي عندك ايه اعمل ايه، ماشي يا حبايبي. اهم حاجه بقى ايه، قمت بعد ما شلتهم من الميه ورمت ميتها، غسلت الحله من تاني يا حبايبي، وقمت ماسكاهم مشوحاهم بفصين. لو عندك مستكه حط مستكه، فص مستكه بس، لكن انا مش عندي، حطيت فص حبهان ولا مصلي على النبي والفلفل الاسمر، وقمت قام مشوحاهم في والبصلايه، وقمت مشوحاهم في بعضهم كده يا حبايبي. تمام. وبعد ما شوحتهم تحطوا الميه تكون سخنه يا حبيبه قلبي، عشان الكوارع ما تجلدش معاكي. تمام. مش هتحطي طماطم يا مسامه، ما بحبش احط طماطم للكوارع، لو عايزه تحطي حطي. دي شقي يرجع لك، بس لما تيجي تحط الطماطم تحط في الاخر كده، عشان خاطر الطماطم بتجمد الكوارع معاك. تمام يا حبايب قلبي. واحطها بقى واسيبها بقى تاخد ودي كده مع بعضها كام هي بصراحة ربنا خدت يجي ساعتين معايا، عشان هي يعتبر دي صغيرة، عارفة لو كبيرة هتاخد معاكي 3 4 ساعات معاكي. وممكن برضو يا حبيب قلبي تسويها من بالليل الكوارع على بيات، تاخدها كام غلوة كده من على بيات يعني يعتبر ساعة، خدها ساعة بالليل، وكمريها سبيها كده وغطي عليها، ما تكتشفهاش ما تكتشفيش الحل تكتشفيش ما تكتشفيش الحل الا اللهم صل على النبي، الا تاني يوم الصبح بقى، وسيبها مكمورة كده ببعضها. تاني يوم ساعة هتلاقي استوت معاك الكوارع يا حباب قلبي. وبنتي الله يبارك لها يا رب يخليها يا رب، غسلت لي المواعين، ربنا يبارك لي فيها يا رب ويخليها لي. غسلت لي المواعين، وانا طول ما انا واقفه على البوتاجاز كده بقت تغسل المواعين زي ما انا وريكم كده يا حبايبي. وخلت لي الحوض زي الفل، اقعد بقى احشيهم. قعدت حشيت بقيت كميه الورق عنب، شوفوا ما شاء الله يا ولاد، ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايديا يا رب، وبالف هنا كل اللي كل منه بألف، في ألف هنا، ومطرح ما يسري يمري يا حبايب قلبي، وربنا يحسن بين ايديكم يا رب. جت بقى يا حبايب قلبي، جت بقى كانت البتاع دخلت في السوا، ساعة ما تخش في السوا نروح حاطين الملح يا حبايبي. ماشي يا حبايب قلبي. دي بقى دخلت في السوا، كنت هشيل بقى كام واحده كده اقطعهم علشان نعمل الطاجن الورق العنب. انتوا عايزين يا حبايب قلبي تحطهم في طواجن، حطوا لو متاح عندكم، زي ما انا هعمل في الحله كده، حطوا في قلب الطواجن، وتحط الشوربه وتقوم مزقاها في الفرن في على صينيه. الطواجن تحطها على صينيه وتزقها في الفرن. ماشي يا حبايب قلبي. وانت مقطعه بقى بصل يا حبايب قلبي وطماطم. نحط اول حاجه البصل، عشان خاطر لو حطيت الطماطم الاول الطماطم بتشط على طول يا حبايب قلبي وهتتلسع منك في قلب الحال. لا، نحط حاجه تحميها الاول البصل، عشان خاطر ما يشطش منك المحشي على طول يا حبايبي، زي ما انتوا كده شايفين قدامكم. ودي بقى هنحط دي اللحمه يا حبايب قلبي، الكباب الحله بتاعت الفيديو اللي فات يفضل منها الحتتين دولت، قلت والله اللي عاملاهم في في طاجن ورق عنب. ماشي يا حبايب قلبي. عشان خاطر انت عارفين ان انا مصممه ما بترميش حاجه، والورق العنب يا حبايب قلبي لما بينزل على اللحمه بيديها طعم جميل قوي يا اولاد. عشان كده ما بحبش ارمي حاجه، وبحب ادبق من هنا لهنا، فاهمين؟ يعني ما بحبش ارمي حاجه. المعلومه يعني اللي انا بحب اوريكم ان انا ما برميش اي حاجه يا حبايبي. عملت منها طاجن ورق عنب باللحمه، كانت حاجه خرافه. انت كنت عاملاها ازاي يا مسامه عشان مكسلين نطلع للفيديو اللي فات يا حبايب قلبي؟ الكباب الحله كنت عاملاها، جبت كيلو اللحمه، كان عليه كيلو بصل، عليه 3 4 فصوص توم وحبه فلفل اسمر. تمام يا حبايب قلبي. وسيبهم لحد ما ينشفوا في قلب الحل، واول ما يجي يستوي حط الملح بس. تمام يا حبايبي. وبرصيت بقى الورق العنب حبايب قلبي نرصه ازاي بقى؟ حوالين الحله ترصيه زي ما انتوا شايفين كده، على جدران الحله دوريه كده، وفي النص بقى رص زي ما انت عايزه. اهم حاجه عشان ما تيجي تقلبيها تلاقي الرصه تنزل معاك زي ما هي. تمام يا حبايبي. ونقوم ساقيينها بقى شويه اللي عند الشوربه المتاعه عندك، الشوربه المتاعه عندي دلوقتي شوربه الكوارع، حطيت لها دي للحمه، شوربه الكوارع اللحمه فيها توم طبعا، بتاعت كباب الحله. دلوقتي بتاع الورق العنب بتاع الكوارع مش هيبقى فيها توم، هنعمل بقى شويه دقه كده علشان خاطر نحمر بها الكوارع اللي باقيه. واللهم صل على النبي. ونحط برضك معلقتين على الطاجن بتاع الكوارع. حطيت برضك يا حبايب قلب البصل برضك في ارضيه الحله بتاعت الكوارع، الطاجن بتاع الكوارع، حطيت البصل والطماطم، وقمت راح حطيت عليها برضك اللهم صل على الكوارع، وقمت رص عليها الورق عنب زي ما انتم شايفين يا حبايبي. الفيديو شارح نفسه، صح ولا انا غلطانه؟ الفيديو مش عايز شرح بامانه الله. بص يا حبايب قلبي، حطيت بقى يا حبايب قلبي معلقتين صلصه من اللي انا عاملاهم دولت، وقمت حاطه عليه اللهم صل على الطبق عشان يمسكوا. طب اللي حطيتش على الحله بتاع التاني اللي هي طبق المسامع، عشان الحله التانيه جت مزغومه شويه، ما ينفعش ان انا احط طبق، هتبص تلاقي الشوربه كلها بره. تمام يا حبايب قلبي. بقت الصلصه بقى يا حبايب قلبي، الصلصه ديت انا عاملاها توم واللهم صل على النبي وطماطم
وفي شويه فلفل اسمر وشعره الملح، واقوم حطها بقى كده ومزقها في الفرن بقى، تاخد وتدي مع بعض كده يا ولاد ايه، تطلع مقليه من فوق وتحت، بتبقى حاجه عسل. بس امانه الله عيالي طلبوها مني تاني. أنا عيالي بصراحه ما كانوش بيحبوها ساعه ما كنت الاول بعملها مسلوقه كده ملغرطه، وعيالي ما كانوش بيحبوها. لكن دلوقتي ساعه ما عملتها وحمرتها عيالي طلبانها تاني، بامر الله اعملها معاكم. وفي قلب طواجن بامر الرحمن، اكون اشتريت الطواجن بامر الله. انت عارفين ان انا ناقصني حاجات كتير كتير كتير، بامر الله هجيب كل حاجه، مش شطرت ان شاء الله وخير ربنا عليا، بامر الرحمن هجيب كل حاجه. ماشي يا حبايب قلبي. حطيت بقى كده ايه، لما حطيت الصينيه قمت ايه قلب عليها. دي صينيه الورق العنب باللحمه، لا دي الكوارع، لا دي الكوارع يا حباب قلب. وبرضك هعمل زيها برضك الايه بتاعه بتاعه اللحم. شوفوا اللحمه ما شاء الله طلعت عامله ازاي، انا عايزه اوريكم بس اللحمه طلعت عامله ازاي. معلش بقى كمان بصور بايدي وبرفع بايدي علشان كده خاطر ايه مش عارفه ايه اقلب معاكم الحله. ماشي يا حبايب قلب، شفتوا اللحمه بقت شكلها عامل ازاي والزحلات وخلصت بألف هنا. ما ترميش اي حاجه، الحاجه غاليه يا بيت، يا بنت الحاجه غاليه، ما ترميش اي حاجه يا حبايب قلب. ودي يا حبايب قلبي صينيه الغدا، عيال مسميينها تورته الورق العنب. يلا يا حبايب قلبي بقى، ده اخر الفيديو بتاعنا، واشوف وشكم على الف خير يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.